هنعمل مع بعض النهاردة السندوتش الأكتر شعبية والأكتر طلبا، السندوتشات البطاطس السوري بأسهل طريقة من الألف للياء، من أول العيش لحد ما البطاطس والتومية. كل ده النهاردة في حلقتنا النهاردة، إن شاء الله تعجبكم. أول مرة تشوف قناتنا قناة أرياف ومدن، اشتراك بسرعة في القناة ولايك للفيديو وللبطاطس الجامدة دي. يلا بينا نبدأ حلقتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا العجينة بتاعتنا بقى، عندي كيلو من الدقيق، عندي نص كيلو من المية، وعندي ملح وسنة صغيرة من السكر. بعجنهم كويس قوي قوي وبسيبهم ترتاح، وبقطع العجينة بتاعتي على قد كده كور صغيرة اللي هفردها. بعد ما ارتاحت معايا بقى بجيب دقيق وافرده على الرخامة بتاعتي، وابدأ بقى افرد العيش بتاعي زي ما احنا شايفين كده، بدون خميرة بدون اي حاجة، مية ودقيق، وعندي سنة من السكر وسنة من الملح. هي دي مقادير العيش بتاعنا. بنفرده بقى زي ما احنا شايفين كده. عندي صينية ألمونيا على النار بسخنها كويس قوي قوي على النار، بقلبها كده زي ما احنا شايفين، وبعمل العيش بتاعي. اخد لون بقلبه على الناحية التانية، وكده العيش بتاعي بقى جاهز وطري وزي الفل. يلا بينا نعمل البطاطس. البطاطس بتاعتي بقى اول حاجة بتجهزي مية، لو عندك مية بتلج تمام، ما عندكيش مية بتلج يبقى مية ساقعة من التلاجة، عليها شوية من الخل وشوية من الملح. وهنبدأ نقشر البطاطس بتاعتنا بالمقشرة التحفة دي، المقشرة السريعة الجميلة دي بحبها قوي بصراحة. عندي كمان البطاطس بتاعتك تكون آلية، مهم جدا ان انت تجيبيها آلية، ما تجيبهاش اللي هي بتحمر اول ما تحطيها في الزيت كده تحمر كده، الدنيا هتبوظ منك ومش هتبقى حلوة خالص. فطبعا اتأكدي ان البطاطس بتاعتك تكون آلية. هنقشر بقى البطاطس بتاعتنا، شايفين بقى يعني انا بصوا عايزة اقول لكم ان المقشرة دي انا مسميها العجيبة السحرية، اي حاجة يعني عدة استخدامات ليها كتيرة جدا جدا. بطاطس بقى المخللات اللي هي بتعمل الشكل المخلل ده، توم، ايه كمان حاجات كتيرة قوي بصراحة يا جماعة، فيعني استخداماتها كتيرة قوي ورخيصة جدا ب5 جنيه، مش حاجة يعني. دلوقتي بقى البطاطس بتاعتي انا هقطعها. بتقطعي بقى سمك لا هو تخين قوي ولا هو رفيع قوي، اللي هو المتوسط كده معاكي. النهاردة بقى يومنا سندوتشات من اوله حلو جدا. طبعا الاولاد كلهم بيحبوا، الكبار وصغيرين بصراحة بيحبوا سندوتشات البطاطس السوري، الشاورما بقى، الحاجات التحفة الجميلة دي بنعملها في البيت وبتكون في منتهى الجمال. هتشتريها من بره طبعا عايزة فلوس كتير، فطبعا نعملها في البيت اسهل وارخص وانضف كمان، حاجة من ايدك لولادك تبقى زي العسل. لسه مستمرين بقى في تقطيع البطاطس زي ما احنا شايفين كده بقى، اللي هي لا تخينة ولا رفيعة كده، الصباع صابع كده قد بعضها. طبعا دلوقتي في مكان تقطيع صوابع البطاطس كده. بسيبها شوية بقى في المية والخل بتاعتي والمية الساقعة. عندي بقى طاسة على النار فيها زيت غزير سخن، انزل بقى بالبطاطس بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. كل الكلام الحلو ده كلنا بنعرف نعمل بطاطس ونقشر البطاطس وبنعمل كل حاجة. عندي بقى التوابل الحلوة بعد ما البطاطس بتاعتي تستوي بنحطها عليها، هي دي بقى اللي بتدينا الطعم الحلو بتاعنا. البطاطس بتاعتي استوت زي ما احنا شايفين كده ولونها ذهبي وفي منتهى الجمال. التوابل بتاعتي بقى عندي ملح، عندي فلفل اسود، عندي كمون، وعندي كمان بابريكا، وعندي كمان كزبرة ناشفة. التوابل دي ممكن تحطيهم يعني معلقتين كده في برطمان، وهي دي بقى التوابل بتاعة البطاطس بتاعتك، بتخلي البطاطس في منتهى الجمال وطعمها حلو قوي قوي. احنا دلوقتي عملنا العيش وعملنا كمان البطاطس، لسه بنضيف التوابل بقى، الكمون اللي قلتلكوا عليه. هنبدأ بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا بعد ما خلصنا كل حاجة، العيش البيتي بتاع الشاورما وكمان البطاطس.
ان شاء الله بقى التومية هبقى اعملها لكم بقى في حلقة تانية علشان الحلقة ما تبقاش طويلة. عندي بقى التومية بتاعتي الجميلة بالفرشة كده، وبدهن الرغيف زي ما احنا شايفين كده. افردي بقى تومية كده على العيش، الفرشة احسن حاجة بقى توزع التومية معاكي. هناخد بقى بطاطس، ما تمليش العيش في الاجناب علشان انتي هتتني الاجناب دي. زي ما احنا شايفين كده بنقفل من الاجناب، ونبدأ نقفل بقى السندوتش بتاعنا بالطريقة دي. خلي قفلة السندوتش لتحت. لسه طبعا هنحطه على الطاسة، او لو عندك جريل حطيه عليه. نعمل رغيف كمان بنفس الطريقة، بنفرد تومية ونقفل من الاجناب. وقفلة الرغيف تبقى تحت. شايفين بقى الجمال؟ هناخد بقى كل السندوتشات بتاعتنا اللي عملناها على طاسة على النار تيفال فيها مسحة من الزيت. هنسخنها كويس قوي، وهنزل بقى بالسندوتش بتاعي على القفلة بتاعته من تحت علشان السندوتش بتاعنا ما يفتحش كده. تمام بقى، كفاية 2. هضغط عليه كده ضغطة خفيفة علشان ياخد معايا اللون بسرعة وما يتحرقش. اول ما ياخد بقى لون بقلبه على الناحية التانية زي ما احنا شايفين كده مع بعض، واشيلهم بقى اول ما ياخد اللون على الناحية التانية. ننزل ب2 كمان زي ما احنا شايفين كده. حلو جدا جدا. دي البطاطس بتاعتنا بقى اللي خلصناها زي ما احنا شايفين كده، حاجة في منتهى الجمال، تحفة جدا. السندوتش بقى طري وحلو قوي، ولا طعمه في منتهى الجمال. حلو قوي قوي. يا رب يكون عجبكم النهارده سندوتشات البطاطس السوري. عملنا معاها كمان السندوتشات الشاورما السوري، كان يوم تحفة جدا جدا. شايفين بقى الشاورما حاجة روعة جدا. شايفين الطعمة من غير بصل بقى ولا طماطم ولا الكلام ده. الفيديو على القناة لو حابين ترجعوا لسندوتشات الشاورما السوري. وبكده خلصت حلقتنا. يا رب حلقة النهاردة تكون عجبتكم. مع السلامة.